السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل أهلاوي محترم موجود على كوكب الأرض. كل الأهلاوية اللي موجودين على كوكب الأرض المحترمين أهلا بيكم. النهاردة عايز بفضل الله ثم فضلكم الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن من البشر. اعملوا له شير علشان عايز كل واحد أهلاوي محترم يسمع الفيديو ده. وانا الكلام اصلا انا يعني بقوله لنفسي. انا بقوله لنفسي. يعني النادي الاهلي نادينا الكبير، نادينا العظيم، عامل حاجه مفيش نادي عاملها. يعني عامل لك قناه فضائيه تقدر تعرف منها كل اخباره، عامل لك صفحه رسميه على الفيسبوك تقدر تعرف منها كل اخباره، عامل لك صفحه رسميه على الانستجرام تقدر تعرف منها كل اخباره، عامل لك صفحه رسميه على تويتر تقدر تعرف منها كل الاخبار. ليه بقى ننساق لناس ما هماش اهلاويه اصلا وبيدعوا ان هم اهلاويه وبيطلعوا يتكلموا في حاجات وبيقولوا اخبار مش صحيحه بالمره، مش صحيحه بالمره، وبنصدقها وبنمشي وراها وبنقعد نخبط في نادينا وفي لعيبتنا وفي مديرنا الفني. خد بالك، خد بالك، يس روب لسه جاي النهارده وكان المؤتمر الصحفي بتاعه النهارده وهنتكلم في الموضوع دوت. بس انا دلوقتي بتكلم في موضوع السوشيال ميديا والاخبار اللي بتنتشر على النادي الاهلي من ناس مجهولين الهويه. والله مجهولين الهويه وما هماش اهلاويه اصلا. يعني انت بتمشي ورا كلام ناس هم مش اهلاويه، هم بيدعوا ان هم اهلاويه وبيطلعوا يقولوا كلام زي الكلام اللي كان منتشر بخصوص موضوع اوضه اللبس ده. اوضه اللبس فيها مش عارف ايه، ده مش عارف مين بيخبط في مين، ده مش عارف مين بيتخانق مع مين، ده فلان زعلان عشان مش عارف مين بياخد اكتر منه، ده مروان عطية عايز 10 مليون وبعدها بكام يوم ده مروان عطية عايز 15 مليون، ده زيزو، ده امام عاشور راح يتعاقد مع مش عارف مين عشان خاطر الاهلي متعاقد معاه، ده هو بيناكف في الاهلي. يا جماعة الكلام ده كله صدقوني بيتقال وبينتشر بسرعة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، مش علشان حاجة مهمة، لا ده علشان خاطر يخليك تهاجم اللعيبة بتاعتك، عشان خاطر يخليك تهاجم إدارة النادي بتاعك، علشان خاطر يخليك يبقى في تشتيت. هم عايزين بقدر الإمكان يخلوا في تشتيت في النادي الأهلي، يخلوا في لعبكة في النادي الأهلي زي ما هم ملعبكين طول حياتهم. انتوا فاهمين قصدي؟ فانت عندك قناه فضائيه وعندك صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي كلها. اللي ما بيستعملش الفيسبوك هتلاقيه بيستعمل الانستجرام، اللي ما بيستعملش الانستجرام هتلاقيه بيستعمل تويتر، بس ما بيستعملش تويتر هتلاقيه بيستعمل بيتفرج على التلفزيون. اللي ما بيستعملش ده كله برضو قناه الاهلي موجوده على اليوتيوب. يعني مش عارف ايه تاني ممكن توصل له او تعرفه في حاجه تخص النادي الاهلي غير الحاجات دي. والناس الموثوق منها قوي بقى، الناس الموثوق منها قوي، يعني في ناس بتطلع بصراحه عندها مصداقيه كبيره جدا. انت لازم تبقى عارف مين الاهلاوي ومش مين مش اهلاوي. مفيش اهلاوي بيقعد يخبط في ناديه، مفيش اهلاوي بيقعد يكذب ناديه وبيكذب رئيس مجلس ادارته اللي هو راجل محترم جدا وكلنا عارفينه جدا والعالم كله يشهد له. مفيش اهلاوي بيبقى عايز ناديه يقع. مفيش حد، بلاش اهلاوي، مفيش اي مشجع لاي نادي في العالم كله بيبقى عايز النادي يقع. مفيش الكلام ده خالص. فاحنا يا جماعه نركز نشوف مين بيتكلم في مصلحه النادي ومين ما بيتكلمش في مصلحه النادي، وبعد كده بقى اللي ربنا عايزه بقى بيكون. يعني كان عندك قناتك مفيش خبر ما بيتقالش. كابتن احمد شوبير، مع احترامي لكل الناس ومع احترامي للالقاب، لحفظ الالقاب، الكابتن الكبير والاعلامي الكبير كابتن احمد شوبير في برنامجه حارس الاهلي بيقول كل حاجه، بيقول كل حاجه تخص اخبار النادي الاهلي بقى اذا كانت لينا او علينا. والله العظيم بيتقال كل اخبار النادي الاهلي من الكابتن احمد شوبير ومن كل الاعلاميين في قناه النادي الاهلي. قناه النادي الاهلي مش منحازه لناديها، لا، قناه الاهلي ناديها لو غلط بتطلع تقول النادي غلط. قناه الاهلي لو ناديها في مشكله بتطلع تقول في مشكله. خليك ورا قناتك، خليك ورا صفحاتك الرسميه اللي بتقول اخبار النادي الاهلي بصدق. خليك ورا الناس اللي بيتكلموا بصدق عن النادي الاهلي وبيقولوا اخبار صحيحه. انا واحد من الناس لما بطلع اعمل فيديو ولا بقول فيديو ولا بقول خبر على النادي الاهلي لو مش متاكد منه بنسبه 100% بقول يا جماعه الخبر اللي انا قلته دوت انا متاكد منه بنسبه 50%، 60%، 70%، 80%، على حسب ما انا متاكد من الخبر.
او على حسب ما انا متاكد من الخبر، فبديله نسبه. ما بقولكش 100% غير لما بكون متاكد تماما، او دي حاجه رسميه. دي حاجه رسميه، فاهمين؟ يعني انا في نقط ما بتكلمش فيها لان انا ما ببقاش متاكد منها خالص، فمش هينفع اطلع اقول لك كمشاهد او كواحد متابعني عشان خاطر مثلا تعرف مني خبر ولا تعرف مني حاجه، او عشان بتحبني. مش هطلع اضلك، مش هطلع اضلك واقول لك خبر انا مش متاكد منه وما اعرفش عنه حاجه. فيا ريت يا جماعه بالله عليكم الفتره الجايه دي الاهلي محتاجنا جامد، المدير الفني الجديد محتاجنا جامد، محتاج ان احنا نبقى في ظهره، ولينا عينين ولينا ودن بنشوف بيهم وبنسمع بيهم. اللي نشوفه ونسمعه هو اللي نحكم بيه، ما نسمعش كلام حد بيقول كلام مغلوط. فالنادي محتاجنا، والمدير الفني الجديد محتاج دعم مننا، واللعيبه محتاجه دعم مننا. عندك اقوى سكواد في مصر، عندك والله اقوى سكواد في مصر، وبامر الله بامر الله انا متفائل بيستروب ان شاء الله ان هو يكون مدير فني قوي جدا جدا، ويقدر ان هو يسيطر على اللعيبه ديت، ويقدر ان هو ينجح باللعيبه دي، لان اللعيبه هو معاك سكواد قسما بالله يدغدغ الدنيا، يدغدغ الدنيا حرفيا. فبالله عليكم قناتنا موجوده، صفحاتنا الرسميه موجوده، ما نسمعش حاجه غير اللي بنشوفه بعينينا وبنسمعه بوداننا. تمام؟ وكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي فيما هو قادم، وان شاء الله ان شاء الله كل البطولات بتاعتنا باذنك يا رب. وشكرا ليكم والسلام عليكم.